عمي بنت عمي، السلام عليكم. كلشي مليح؟ فاميليا بيبا. الفيفا اليوم تصادق نهائيا وبشكل قاطع بعد الاطلاع على التقارير ديال اللجان اللي زارت لي سيت وزارت المدن اللي غادي تنظم او المرشحه لتنظيم كاس العالم 2030. الفيفا تمنح التنظيم رسميا للمغرب، اسبانيا والبرتغال. وثلاثه نتاع المقابلات غادي يوقعوا في امريكا اللاتينيه، في الارجنتين، باراغواي والاوروغواي، احتفالا بمرور 100 سنه على انطلاق كاس العالم 1930. راكم عارفين اول كاس العالم كانت تنظم ديك الساعه في اليوروغواي. دونك 2030 100 سنه. قال لك اسيدي نعطيهم ثلاثه الماتشات صافي. مزيان. دابا النقاط اللي تعطات، شنو هما المعدلات اللي تحصلت عليها هذا التنظيم المشترك. المعدل العام 4.2 يمكن، المهم 4.2 ولا 4.1، ما عقلتش مزيان على الارقام. المهم من 4 الفوق، وهو من النقاط الاعلى تقييما حسب المعايير نتاع الفيفا. المعدل نتاع كاع النقاط اللي تعطات. ملي غادي نجيو للنقاط اللي خداوها الملاعب المغربيه، 6 الملاعب بالمناسبه، الملعب نتاع اكادير، مراكش، الرباط، دار البيضاء، فاس وطنجه. هاد الملاعب هادو بسته خداو كاملين من 4 الفوق، 4.3 4.2 4.1. وكاينه ملاعب بحال مالاغا مثلا في اسبانيا خدات 3.3، وكاين ملاعب اخرى في البرتغال خدات 3، وملاعب اخرى في امريكا اللاتينيه خداو 3، ولكن ديال المغرب كلهم خداو 4.2 4.3 4.1، وهي نقطه نفتخر بها. وبطبيعه الحال هذا رد صارخ وصفعه مدويه في الخد نتاع الذباب الالكتروني الهوكيستاني. ديما غنربط لكم هذا الشيء مع هوكيستان، لانه في هاد 10 ايام 15 يوم الاخيره، في اطار الاشاعات اللي كيطلقوها على المبردع باش يبردوا له شويه خاطرو، كيقولوا له بانه المغرب ما مستعدش ينظم كاس افريقيا، وان داك سميتو الدوره ديال 2025 غادي تحيد له، وبان موتسيبي كيزاوق ويرغب في صادي باش داك الشيء تاخذوا الجزائر. يعني الجزائر لانها واجده وعندها ملاعب، وحسين عيد تحمد وميلود هدفي، نيلسون مانديلا وما الى ذلك من الملاعب التي يعني كيفوحوا بها. مزيان الله يعاود تفوحوا بها، ولكن باش تعتقدوا بانكم افضل من الاخرين، اسمح لي، الاخرين كيخدموا بالعقل. لان الملعب ها انت درتي ديال حسين عيد تحمد، اش غدير؟ كاس العالم للسيدات، اش غدير؟ غادي تجيب كما قال لكم تبون مدريد وبارسا يجيو يلعبوا تما؟ يمكن تقدروا ديروا هذه، تقدروا يعني تفورنيو لهم داك الشيء كاع كذا باش ديروا شي ماتش عالمي تما في مانديلا. صافي هادشي تقدروا ديروها اخي صادي، وهذاك النظام نتاعكم العبيط. لان في 2034 غديروا السعوديه، والسعوديه ايضا خدات نقاط عاليه جدا على مستوى التقييم، بالتوفيق للمملكه العربيه السعوديه. نرجعوا ابن عمي لواحد البروباغندا واحده اخرى كانت خرجت في الايامات اللي تم يعني اصدار البلاغ ديال الاحتضان ديال المغرب واسبانيا والبرتغال لهذا كاس العالم. كانوا خرجوا بزاف نتاع عاود دائما في اطار الاعلام نتاعهم، وبعض الاعلام التيك توكيه والفيسبوكيه نتاعتهم واليوتيوبيه نتاعتهم كيقولوا كسيدي بان ما هو المغرب راه غادي داخل معاهم غير هكا وصافي، غادي يعطيو واحد 3 المباريات، 3 المباريات ديال شي دول هكذا، شي فرق ماشي شي فرق كبيره. اذا هذه ما فيها باس. عاود نقول لهم المبردعين هناك في هوكيستان بان 6 ديال المدن يعني 6 ديال المجموعات يعني 6 ديال الملاعب، يعني هذه 6 في 4 24 فرقه غادي تكون هنا في المغرب في الدور الاول. 18 ماتش ما فيهاش نقاش، هذه نتاع الدور الاول. ومن بعد الدور الثاني والثالث والرابع وانت طالع، كل دور غادي ياخذوا في حقهم نتاع لي ماتش، يعني ما يقارب 30 مقابله، من 3 ل 30 ضربت في 10 يا جدك. ايش غدير؟ دونك ملي كنتكلموا على هذا الحجم هذا، كنتكلموا على انه المغرب اذا ما بدا للبعض انه يغامر او يقامر باستثمارات في البنيه التحتيه، فلا بن عمي، كاين واحد 24 فرقه غادي تكون هنا في المغرب، وكاين ما يقارب 30 ماتش غيتلعب هنا في المغرب او اكثر، وبالتالي للامر معنى ومعاني كثيره. وفي اخر المطاف غادي نكونوا ربحنا بنيه تحتيه على مستوى المواصلات، على مستوى الاتصالات،
واحد العدد نتاع الحويجات اللي غادي نربحوها، يعني صافي درتيها في الجيب، انت كنتي غديرها بزز عليك الا بغيتو تطور بلادك. دونك ها حنا كنديروها بزز علينا، ولكن رابحين معها شي حاجه سميتها السمعه الدوليه، شي حاجه سميتها تنظيم كاس العالم. وغير هاد لو تيتر هذا بن عمي مستعدين والله العظيم يديروا. ايش غدير؟ هادشي اللي عطا الله، هادشي اللي عطا الله. اذا كان عندي بزاف نتاع سميتو دوك النقاط، يعني باش نقول نعطيكم النقاط كامله، ولكن غادي ناخذ منكم الوقت. اكيد غتكونوا اطلعتوا على واحد العدد نتاع الوثائق اللي خرجت في التقرير، تقريبا فيه شي 60 صفحه اعتقد، 60 ولا 70 صفحه، فيه جميع التفاصيل ديال النقط اللي خداتها كل مدينه، كل استاد، وكل دوله بخصوص الاستعداد ديالها او مدى الاستعداد نتاعها لهذا الحدث اللي غادي يكون كبير وكبير جدا. مبروك علينا، مبروك للمغرب، مبروك للمغاربه، برافو عليك فوزي مره اخرى، برافو للجامعه الملكيه لكره القدم، خدمه نقيه، ومازال خصنا خدمه اكثر، ماشي فقط على مستوى البنيه التحتيه. البنيه التحتيه انا متاكد جدا انه ما غنلقاوش فيها صعوبات، غادي تانفيستي، غتلقى الناس اللي غتانفيستي معاك، غتلقى يعني كاين الخدمه في اطار غانيون غتطلع داك الشيء واعر وزوين. ولكن كاين شي حوجات عندها علاقه مع المجتمع، عندها علاقه مع المدى الاستعداد ديالنا كمغاربه لاحتضان هذا الحدث والاستقبال هذا الحدث برهاناته، بتحدياته، بصعوباته، وبإكراهاته، وبمفارقاته. هنا خاص الخدمه، واكيد على ان الا كان شي مسؤول غيتفرج في هذا الفيديو فالاكيد على انه وصلوا الميساج مزيان. الخدمه ما خصناش نكتفيو فقط باننا نخدموا على البنيه التحتيه، على الاصطاد، على الطرقات، على حتى المجتمع، حتى المغربي، المواطن المغربي خاص بزاف نتاع الخدمه في هذا الاطار، تاطيرا، مواكبه، دعما، وايضا يمشي في الاتجاه ديال حتى هو يخرج رابح، حتى هو يحس بانه رابح بهذا ليفينمون اللي غيكون. واكيد ماشي هو ليفينمون الوحيد، كاين دوطر ليفينمون اللي جايين في الطريق. كاين 2025 تاع الكان، كاين كاس العالم للسيدات حتى 2029 28، يعني غيوقع فيه بزاف نتاع التدريب على التنظيم، تدريب على الاستقبال، تدريب على كل ما يمكن ان يحدث من اكراهات ولا صعوبات اللي خصنا ندربوا في اننا نتعاملوا معها بسرعه وبسلاسه. اكيد على ان حتى الاختيار هذا كان ذكي جدا من الجامعه الملكيه لكره القدم التي قررت ان تستضيف هذه الدورات، ماشي زعما للاستعراض ولا باش تفك الفيفا، لا، مي باش يكون واحد التمرين جد مهم لنا جميعا باش ننجحوا هذه التجربه ان شاء الله يا ربي. تحياتي لكم، والجيران ما عندنا ما نديروا لكم والله العظيم. انا عارف القضيه فيها ستة الملاعب بزاف عليكم، ستة المدن الكبرى في المغرب بزاف عليكم، النقاط كانت عاليه بزاف عليكم، الدار البيضاء، الملعب نتاع الدار البيضاء رشح للفينال بزاف عليكم. هادشي اللي عطا الله. كاين الناس كتخدم وكاين الناس كتحضي هذاك اللي كيخدم. باي باي، بسلامه، الى اللقاء، بسلامه بسلامه بسلامه.